بسم الله الرحمن الرحيم. لايف جديد واخر المستجدات على الساحه الرياضيه. بالتوفيق باذن الله لمنتخب مصر النهارده قدام زيمبابوي. ان شاء الله تكون بدايه موفقه للمنتخب الوطني في بطوله كاس افريقيا. منتخب مصر مطلوب منه النهارده اكتر من حاجه. اول حاجه ان انت تكسب باذن الله، رقم واحد. رقم اتنين الاداء المقنع. الاداء المقنع ده رقم واحد. هيدي ثقه للجمهور، هيدي ثقه للعيبه، هيشيل كتير من الضغوطات عن اللعيبه. بتدي جرس انذار لكل المنافسين اللي معاك في بطوله افريقيا ان المنتخب جاي وهينافس وبقوه. لكن انا بالنسبه لي اهم نقطه اللي بقول لك عليها الفوز بالاداء المقنع باذن الله بيشيل ضغوطات كتير قوي. حته الانتقادات الفتره اللي فاتت والكلام والهجوم والحاجات دي كلها هتقل بشكل كبير جدا، كانها بدايه حقيقيه للعيبه وحسام حسن مع الجمهور المصري. البدايه القويه بتديك باور جامد جدا لنهايه البطوله. زياده التركيز، زياده الحافز. فماتش النهارده بالنسبه لي ان شاء الله يكون بدايه موفقه للمنتخب الوطني في بطوله افريقيا، دفعه معنويه للمنتخب الوطني في بطوله افريقيا باذن الله. يكون الحظ حالفنا نوصل للادوار النهائيه ان شاء الله ونرجع بالبطوله. الاجواء الخاصه بالبطوله دي بتفكرني ب 98 مع الراحل الكابتن محمود الجوهري. كان قبل بطولة 98 كان كل الناس يعني ما عندهاش ثقة أصلا المنتخب رايح ياخد البطولة. لو سألت أي حد قبل 98 كل الناس ما عندهاش أي ثقة إن المنتخب رايح ياخد البطولة. المنتخب عمل بطولة عالمية. الأجيال الجديدة حتى ممكن يخش يتفرج على ماتشات المنتخب الوطني في أفريقيا 98 ويشوف الماتشات العالمية اللي عملها المنتخب الوطني، وفي النهاية قدرنا نكسب وناخد البطوله. نفس الاجواء دي هي اجواء اللي بنعيشها دلوقتي. انتقادات شويه، الناس شايفه لا المنتخب مش هيقدر ينافس، المنتخب مش هيقدر ياخد البطوله. لكن انا عندي ثقه باذن الله ان المنتخب هيعمل بطوله كويسه، نعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. اديك مثل، كارلوس كيروش وصل للنهائي قدام السنغال، سواء نهائي افريقيا او تصفيات كاس العالم. كل الجمهور مقتنع جدا بكروش لحد دلوقتي، لان احنا عملنا اللي علينا. ما خدناش بطولة افريقيا، لكن انت عملت اللي عليك، عملت مستوى كويس، عملت اداء كويس، عملت شكل جميل، ونجحت في الاخر ان انت توصل للنهائي. خسرت بضربات الجزاء هنا وضربات الجزاء هنا، خلاص ده ضربات الجزاء في الاخر حظ، بس عملت اللي عليك. ده اللي انا مستنيه من حسام حسن ولاعيبه المنتخب النهارده باذن الله. يعملوا اللي عليهم، يكسبوا، يقدموا صورة حلوة. عندنا سكواد جامد جدا. لو جيت تبص على السكواد هتلاقي سكواد ممتاز. عندك اكتر من بديل واثنين وثلاثة، والثلاثة على نفس المستوى في كل مركز. التشكيل، انا فكرة ان انت تتكلم ان ده يلعب وده ما يلعبش، طب الشناوي ولا مصطفى الشوبير، انا بالنسبة لي يا كابتن حسام العب بالتشكيل اللي انت عايزه. في الاخر عايزين نكسب باذن الله. ان شاء الله نهنيكوا بعد الماتش باذن الله ونحتفل كلنا بفوز المنتخب الوطني. نرجع لحديث الساعه، الميركاتو في الزمالك والاهلي. يبدو ان نصر منسي سيستمر مع نادي الزمالك. نصر منسي كان ما بين البنك الاهلي والاتحاد السكندري الفتره اللي فاتت ديت، والاثنين كانوا عايزينه، والزمالك كان منفتح على فكره رحيل نصر منسي. هدفه قدام حرس الحدود في كاس عاصمه مصر ربما يقلب الطاولة تماما حول ناصر منسي ومستقبله مع نادي الزمالك. فكرة ان خليك معايا، انا كنت قلت لك الساعات اللي فاتت ان الزمالك هيندم على رحيل ناصر منسي، ورحيل ناصر منسي في التوقيت ده غلط، والزمالك محتاج ناصر منسي جدا. الاصوات دلوقتي جوه نادي الزمالك ببقاء ناصر منسي، عدم رحيل ناصر منسي، اهمية وجود ناصر منسي. الاتجاه الاقوى جوه نادي الزمالك في الوقت الحالي هو استمرار ناصر منسي مع الفريق، عدم رحيل ناصر منسي. وانا بالنسبه لي قرار صح 100%. لكن ارجع واقول ليه اداره الكوره في نادي الزمالك بتاخد قرارات انا بالنسبه لي غلط. رحيل سيف الجزيري اول السنه كان غلط، والكل تاكد لاهميه بقاء سيف الجزيري. كنت هتمشي ناصر منسي دلوقتي وغلط، الكل تاكد الان لاهميه وجود ناصر منسي. وليه ناصر منسي ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت؟ انا السؤال بوجهه لاداره الكوره في نادي الزمالك وجهاز الفني لنادي الزمالك.
ليه ناصر منسي ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت؟ ازاي لعيب بقيمه واهميه ناصر منسي ما كانش بيلعب؟ ومين اللي مسؤول؟ يعني لاعب زي ده لازم مش اساسي يبقى بديل، لا انت كنت هتبيعه كمان، انت كنت فاتح الباب وعايز ابيعه. ازاي يا جماعه؟ مين اللي بيدير الكوره في نادي الزمالك؟ ومين اللي بيحاسب اللي بيدير الكوره في نادي الزمالك؟ هو هل قرار بيع اي لعيب او التعاقد مع اي لعيب كده؟ اللي عايز يبيع لعيب واللي عايز يجيب لعيب وخلاص الدنيا، يعني ما حدش هيقول لحد ازاي. طب ده بنقعد نفهم نتناقش، تقنعني واقنعك. لكن هل فكره رحيل اي لاعب عن نادي الزمالك او التعاقد مع اي لاعب مع نادي الزمالك فكره كده اللي عايز يجيب لعيب يجيبه؟ يعني انا مش فاهم الحقيقه. زي الكينو بان اوشن، من صاحب قرار التعاقد مع هذا اللاعب؟ من يتحمل مسؤوليه التعاقد مع هذا اللاعب؟ انا شفت سيناريوهات وناس على السوشيال وازاي الزمالك تعاقد مع باون اوشنج وفي الوقت القاتل وبعد ما القيد اتقفل ومش عارف ايه وايه 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 وايه، وفي الاخر خالص ما شفتش لعب باون اوشنج. اعتقد ما اقنعش حد، وربما يرحل عن نادي الزمالك في يناير، وانت اصلا ما عندكش بديل لناحيه اليمين اصلا. يعني ما فيش بديل لعمر جابر جوه نادي الزمالك. احمد محمود تم اعارته بدايه الموسم لحد السكندري. هل اداره الكوره في نادي الزمالك شايفه ان باون اوشنج احسن من احمد محمود؟ هل شايفه ان باون اوشنج ده اقدر اعتمد عليه؟ هل يعقل ان الزمالك موسم كامل مفيش بديل لعمر جابر بتلعب بباك يمين واحد؟ ليه؟ مين المسؤول؟ يعني انت وانت بتحط خطه الصفقات بدايه السنه انت كنت شايف ان انا هلعب الموسم كله بظهير ايمن واحد هو عمر جابر؟ طب شفت في ايه باون اوشنج؟ يعني انت قعدت مع نفسك كده واتفرجت على تسجيلات ايه شفت اللي هو مثلا يستاهل ان هو يجي يلعب في نادي الزمالك؟ وهل انت شايف انا بالنسبه لي هل باون اوشنج لو خد فرصه مستواه هيتطور؟ هو في سؤال كمان مهم جدا. احنا شفنا ستيفن داي وشفنا اكتر من لعيب تحت السن يعني من اول ما المجلس جه لحد دلوقتي. انا شايف ان فكره اللعيبه الاجانب تحت السن جوه نادي الزمالك فاشله، مش وحشه، فاشله. يعني ما اتمناش ان انا اشوفها تاني. يا ريت باب الصفقات الاجانب باستثناء عبد الحميد معالي اللي ممكن لو خد فرصه لعيبه هيبقى كويس، لكن جوه نادي الزمالك بشكل عام مش شايف ان هي عملت اي مردود خالص نهائي. متيابه كان كويس بس ما عملش حاجه، راح الصفاقسي التونسي عامل مستويات كويسه هناك، لكن مع نادي الزمالك الفكره مش هتنجح. ليه؟ لان انا بجيب لعيب تحت السن عايزه يلعب استفيد منه النهارده وياخد فرصته ويتالق. هل اللعيبه الاجانب تحت السن اصلا جوه نادي الزمالك هتقدر اعتمد عليها؟ هتتحمل الضغوطات؟ هتلعب؟ هتشارك؟ هتأدي؟ اللعيب تحت السن لسه عايز ياخد خبره. اطلعه اعاره، لو انت هتطلعه اعاره سنه سنتين وبعد كده ترجع تعتمد عليه اسقف لك، لكن ما تجيبليش لعيب تقنعني ده اهم موهبه وبعد ماتشين ثلاثه اللعيب ما يأديش فاقول له يمشي. يبقى الغلط عندك انت. يبقى انت حط تارجت من الاول، يا جماعه انا جايب اللعيب ده ان انا متارجته بعد سنتين ثلاثه ده هيكون النجم بتاعي. لكن مش مجرد ان انا اجيب صفقه وخلاص، مش مجرد ان انا بجيب لعيب اجنبي تحت السن وخلاص. لا، الفكره لابد من اعاده النظر فيها، ولابد من اداره الكوره في نادي الزمالك قبل رحيل او التعاقد مع اي لاعب قدر من الهدوء، الانتظار، اتاكد ان اللعيب ده هيبقى كويس ولا مش كويس، هيبقى توب ولا لا. لان الزمالك في مرحله صعبه جدا وتوقيت صعب جدا، محتاج ان الكل يركز قوي في ملف فريق كره القدم في نادي الزمالك. الاهلي بيوصل تحركه الوقت ده، وانا كنت معاك الساعات اللي فاتت قلت لك ان الاهلي بيعمل اللي انا بطالبه في الزمالك. الاهلي مركز قوي قوي. ديانج هيكمل خلاص، لقيت مدافع اجنبي امشي ديانج واجيب المدافع. جراديشار مكانه مهاجم، خلي بالك. اشرف داري باك ليفت. عارف اللعبه بتاعت زمان اللي بتوصل السهم يقول لك في الاسئله بيقول لك ايه، وصل الاجابه الصحيحه. هو الاهلي عامل كده. مدافع ديانج. انا مش مستعجل ان انا اجيب مدافع، ومش مستعجل ان انا امشي ديانج.
اشرف داري مهاجم، جراديشار باك ليفت على طول. هيمشي ده اجيب ده، مش العمليه ان انا بمشي وخلاص ولا بجيبه وخلاص، ولا العمليه ان انا بجيب صفقه ومجرد ان انا بنهي الموضوع بصفقه وخلاص. لا، كابتن سيد عبد الحفيظ الساعات اللي فاتت يعني كان في تقدر تقول معسكر عمل الساعات اللي فاتت. الكابتن سيد عبد الحفيظ عمل اكتر من جلسه زوم. الاهلي بيحاول ينهي الصفقات قبل يناير، بالتحديد صفقه المهاجم الاهلي بيحاول يخلصها الايام ديت. اللعيب يكون موجود مع النادي الاهلي من بدايه يناير، بعد افريقيا وعوده ماتشات رسميه للنادي الاهلي، يكون اللعيب خد الانسجام والتجانس مع زمايله ويبتدي يشارك على طول مباشره. فالاهلي بيحاول يخلص صفقه المهاجم خلال الايام دي. كابتن سيد عبد الحفيظ الساعات اللي فاتت بقول لك معسكر جلسات زوم بيحاول يخلص الصفقه بشكل نهائي، والاهلي بيحاول يبعت مندوب يخلص كل حاجه مع المهاجم الجديد اللي في حاله تكتم شديد على اسمه. كان كل الكلام الفتره اللي فاتت بابلو الصباغ ودياباتيه، لكن الاهلي بيحاول يكتم هو خلاص خلص مع مين. لكن الاكيد ان في مهاجم بيخلص، والاكيد ان زي ما بقول لك ان الاهلي مش عايز يستنى لحد بدايه يناير ولا استنى لحد نص يناير، لا، اللي هو من 1/1 اللعيب معايا في التدريب، بعد افريقيا اللعيب يكون جاهز شارك في وقت كافي في التدريبات مع زمايله، ان انا اقدر اعتمد عليه بشكل كامل في الماتشات. بالنسبه لي صفقه المهاجم هتكون مهمه جدا 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 للنادي الاهلي. الاهلي محتاج مهاجم، والاهلي شغال صح ان انا اجيب مهاجم سوبر ستار، مهاجم جامد جدا. مش فكره ان انا بجيب مهاجم وخلاص او لعيب يكون موجود معايا ينزل دكه ولا كذا ولا كذا. لا، الاهلي فاهم ان هو عايز يجيب لعيب على نفس ستايل وسام ابو علي، لعيب يتحمل المسؤوليه، لعيب يشيل حتى لو هتدفع فيه، بس انت عارف ان انت بتوفر فيه صفقتين ثلاثه. انا بستغرب ان ليه بندفع صفقتين، بندفع الفلوس في نجيب 3 4 صفقات، والثلاث 4 صفقات مش كويسين، مش هستفيد منهم. فالافضل ان انا اوفر فلوس الثلاث 4 صفقات دول واجيب لعيب كويس. ان شاء الله باذن الله هنكون معاكم في لايفات كتيره، وباذن الله هنكون معاكم بعد ماتش مصر. نحتفل كل الدعوات للمنتخب المصري النهارده ان شاء الله ان شاء الله، ونحقق الفوز قدام زيمبابوي. الى اللقاء في حلقات قادمه باذن الله.